تعال اقول لك على فيلم جامد جدا نزل الايام دي. فيلم اسمه ميكي 17 او زي ما بيتقال عليه بره ميكي 17. واللي مش واخد باله ده فيلم خيال علمي غريب كده، واخد طابع سوداوي بس فيه كوميديا، ومن اخراج بونج جون. هو ايوه الراجل العبقري بتاع افلام باراسايت اللي كسر الدنيا. وهنبدا باول حاجه القصه بقى ببساطه. احنا في مستقبل سنه 2054 والبشر رايحين يحتلوا كوكب تاني اسمه نيفلهام. كوكب متجمد كده كله تلج وجليد، والظروف هناك صعبه جدا. عايزين يبنوا مستعمره جديده، بس مين اللي هيعمل الشغل المهبب ده؟ وهنا بقى بيظهر شخصية ميكي بارنز اللي بيلعبها روبرت باتسون. وميكي ده مش شخص عادي، ده حاجة اسمها اكسبلاندبل. يعني ايه اكسبلاندبل؟ يعني كل ما يموت يعملوا نسخة جديدة منه كأنه لعبة فيديو. انتوا طبعا ليك محاولات لا نهائية، بس الفرق ان ده واقع مش لعبة فيديو. ميكي بقى مات واتنسخ 17 مرة لحد ما وصل لميكي 17، والمشكلة بدأت لما في نسخة 18 ظهرت فجأة وهو لسه عايش. يعني بقى في نسختين من ميكي. تخيل كده تبقى ماشي في الشارع تلاقي نسخة تانية منه. والرعب الحقيقي مش بس في الاستنساخ، لا، القائد بتاع البعثة اللي بيلعب دوره الممثل ماركو رافالو، هالك بتاع مارفل بس هنا شرير، قرر ان واحدة من النسختين دول لازم تتخلص منهم. فبيدخلوا في صراع مش بس على البقاء، لا، على الهوية، على معنى الانسان، على فكرة ان انت مين اصلا. والفيلم من ورا الكوميديا اللي فيها بيفتح لك مواضيع تقيلة جدا. ازاي البشر بيتعاملوا مع بعض كأنهم ادوات؟ هل لو في نسخة منك تانية تبقوا شخصين ولا الاتنين واحد؟ وفين الخط اللي بيفصل الانسان عن الآلة او التجربة العلمية؟ غير كده الفيلم فيه كائنات فضائية اسمها كريبرز، او اللي في الاول الناس فاكرينهم اعداء، بس مع الوقت تكتشف انهم مش بالشر اللي الناس متصوراهم بيه. وده جزء من رسالة الفيلم عن القبول للاخر، وعن ان مش دايما المختلف عنك عدوك. اما عن اداء روبرت باتسون، صراحة لعبها صح جدا. الفرق ما بين ميكي 17 وميكي 18 واضح، ان رغم الاتنين شبه بعض، وده شطارة تمثيل، نبرة صوته وتصرفاته حتى الضحك فيهم فرق. بس بصراحة الفيلم مش لكل الناس. يعني هو مش أكشن تقليدي ولا قصة واضحة من أول دقيقة، لا، هو فيلم ليه نبرة سوداوية، بيسخر من النظام الرأسمالي، من فكرة استغلال البشر، وبيخليك تطلع منه وانت بتسأل نفسك احنا فين واحنا رايحين على فين. وفي ناس ممكن تحس الفيلم متقسم نصين، شوية جد شوية هزار، بس ده ستايل المخرج وهو معروف بده. واللي عاجبه عاجبه، واللي لأ مش هيفهمه. ولو بتحب افلام زي بليد رانر او حتى باراسايت بس في شكل خيال علمي، اكيد هتستمتع بفيلم ميكي 17. بس لو مستني اكشن كتير وانفجارات كل شوية ممكن تحس الفيلم بطيء. طيب تعالى بقى ندخل في الحتة اللي دايما الناس بتحب تسمعها، الرموز والمعاني المستخبية في الفيلم، والنهاية اللي خلت الكل يخرج من السينما بيبص لبعضه كده ويقول هو ايه اللي حصل. اول رمز واضح جدا، موضوع الاستنساخ ده مش مجرد خيال علمي وخلاص، لا، هو اسقاط مباشر على العالم اللي احنا فيه. يعني مثلا ازاي الشركات الكبيرة بتتعامل مع الناس وكأنهم قطع غيار. الموظف مش عاجبك استبدله، مات او تعب في غيره. البشر بقى ملهمش قيمة عندهم غير الشغل اللي بيطلعوه. وعلشان كده شخصية ميكي كانت دايما حاسس انه مجرد نسخة ملوش قيمة حقيقية، وده اللي بنشوفه بيتغير لما يظهر ميكي 18. ساعة لما تشوف نسخة منك او تواجه نفسك تبدأ تفكر، هو انا فعلا موجود ولا انا مجرد آلة في نظام؟ نيجي بقى لأكتر حاجة محيرة، الكائنات الفضائية الكريبرز. في الأول كل الناس شايفينهم خطر وعدو، وده طبيعي جدا، كل حاجة جديدة أو مختلفة بنخاف منها. بس مع الوقت بنكتشف إنهم مش أعداء، بالعكس دول كائنات عندهم وعي وإحساس، وبيتخانقوا علشان أرضهم اللي البشر رايحين يحتلوها. وده برضو رسالة سياسية صريحة جدا. المخرج بيقولك إن إحنا دايما بنبقى الغزاة، بنروح أماكن مش بتاعتنا، ولما أصحاب الأرض يدافعوا عنها نطلعهم إرهابيين أو أعداء. نفس اللي بيحصل في التاريخ كله، استعمار، طمع، وبعدين بنلبسها إننا الضحية. أما النهاية اللي خلت الناس قاعدة كده مش مستوعبة، لما ميكي 17 وميكي 18 بيقرروا يتحدوا ويبقوا هما الاتنين موجودين. ده معناه ان الانسان مش مجرد نسخة واحدة، احنا فينا تناقضات جوانا، نسخ كتير، وكل يوم بنعيد تعريف نفسنا. بمعنى تاني انت مش شخص واحد، انت ذكرياتك، افكارك، مواقفك، وخبرتك، وكل حاجة بتضيف لنسخة جديدة منك. حتى لو في نسخ منك في الفيلم، المخرج بيقولك ان كلنا جوانا نسخ مختلفة. والخوف مش من الآخر، الخوف من انك تفضل حابس نفسك في صورة واحدة. وفي الاخر الفيلم بيسيبك في مساحة تفكير، بيقولك ان انت مين لو كل حاجة حواليك ممكن تتغير، وانت ممكن يتعمل منك نسخة ايه اللي يثبت وجودك؟ دماغك، مشاعرك، تصرفاتك، ولا انت مجرد ترس في ماكينة كبيرة؟ فلو عايز الصراحة، فيلم ميكي 17 مش فيلم تتفرج عليه وانت بتاكل فشار ومستني اكشن، لا، ده فيلم تتفرج عليه وتطلع تفكر فيه وتحس انك محتاج تشوفه مرة تانية عشان تستوعب كل رمز وكل كلمة اتقالت فيه. طيب لو انت واحد من الناس اللي بتحب تدور وتقرا، هتعرف ان فيلم ميكي 17 اصله رواية اسمها ميكي 17 للكاتب ادوارد، نزلت سنة 2022 وحققت شهرة وقتها في عالم الخيال العلمي.
بس بقى كالعادة لما تيجي تشوف الفيلم هتلاقي المخرج بونج جون هو قرر يعمله على طريقته، يعني خد الأساس من الرواية بس قلب الدنيا، زود تفاصيل، شال حاجات وغير حاجات كتيرة. في الرواية مثلا التركيز أكتر على الجانب الكوميدي والأسلوب الساخر، وفي لغة أدبية واضحة. الفيلم خد نفس الروح بس ضاف عليه لمسة سوداوية وتقيلة زي ما بنشوف دايما في أفلام بونج، واللي متابع الراجل ده عارف إن دايما بيحط رسالة سياسية أو اجتماعية مستخبية جوه الفيلم. ولو بصيت لأعمال بونج القديمة زي باراسايت اللي حاز على الأوسكار هتلاقيه دايما بيحكي عن نفس الحاجات. ناس طبقاتها مختلفة، صراع بين الفقير والغني، استغلال البشر والنظام اللي بيحطك تحت ضغط. في فيلم سنو بيرسر كان القطر بيمثل المجتمع وكل عربية فيها طبقة. في فيلم باراسايت اللي كانت الفيلا رمز للغني والبدروم رمز للفقير. وهنا في فيلم ميكي 17 عندك فكرة الاستنساخ اللي هي مش مجرد خيال علمي، لا رمز لاستغلال الإنسان وتحوله لسلعة قابلة للتبديل. حتى الكوكب نفسه كوكب نيفلهام اللي هو أرض جليد وكآبة بيمثل برد الدنيا دي، برد العلاقات، برد الإنسانية لما الفلوس والمصالح تتحكم في كل حاجة. ولو دققت أكتر هتلاقي بونج جون استخدم نفس أسلوبه في تصوير الأماكن اللي كلها مغلق كئيب مضغوط علشان يخليك طول الفيلم حاسس إنك مخنوق وكأنك جوه نفس القفص اللي ميكي محبوس فيه حتى وهو في الفضاء. في الاخر بونج جون هو اثبت انه مش بيعمل فيلم للمتعة وخلاص، لا كل شغل ليه لازم وراه معنى، لازم يحرك في دماغك حاجة يخليك تطلع من السينما مش بس مستمتع، لا بتسأل نفسك اسئلة تقيلة. وده بالظبط اللي حصل في فيلم ميكي 17. كده احنا خلصنا التحليل الكامل من القصة للرموز للنهاية للمقارنة بالرواية واعمال المخرج. بس لو انت شفت الفيلم او قريت الرواية قولي ايه اللي شدك اكتر، الرواية ولا الفيلم؟ بس كده يا صاحبي. ولو شفت الفيلم قولي رأيك تحت، ولو عايز اعمل تحليلات لافلام تانية بنفس الطريقة قول اسم الفيلم وانا جازهولك. ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وسلام.